مرحبا ويا هلا فيكم بفيديو جديد معي أنا فافو. فيديو اليوم هو الثاني بسلسلة فيديوهات الكيك. رح نحكي عن الكيك بوردز أو قواعد الكيك وكيف فينا نعمل قاعدة بسماكات وقياسات مختلفة. بس قبل ما نبدأ جربولي زر اللايك لنتأكد بس إنه بعده عم يشتغل. لنحكي عن الكيك بوردز أو مثل ما تعودنا نسميها بالعربي بوردات الكيك. بدنا نميز بين نوعين يلي هن الكيك بليت والكيك درام. هلأ النوع الأول هو الكيك بليت أو قاعدة الكيك الصغيرة، هي البورد يلي منحط عليه الكيك ومن زينه. بيكون قياسها تماما مثل قياس الكيك، لهيك بعد ما نزين الكيك ونغلفه بالكريمة بتتغطى معه هاي القاعدة وما بتبين. مثل هذا الكيك اللي عم تشوفوه هلأ، كانت القاعدة واضحة ببداية التزيين وبعدها ضغطت بالكريمة. النوع الثاني هو الكيك درام، وهو القاعدة السميكة يلي منحط عليها الكيك، وطبعا قياسها بيكون أكبر من الكيك. يعني ممكن إذا الكيك 10 إنش نستخدم 12 أو 14 إنش. وطبعا كل ما كان الكيك تقيل بالوزن وفي تيرز أو طبقات أكتر بنستخدم قاعدة أسمك لتشيل هذا الوزن الثقيل. أو حتى في منهم بيكونوا مصنوعين من الخشب، هدول مخصصين لكيكات الأفراح يلي حجمها كبير كتير. هلأ ممكن تلاقوا كيك درام جاهز بعدة قياسات وألوان. بس إذا ما كان متوفر فيكن تعملوه بالبيت، طريقته بسيطة كتير. أول شي اختاروا كم طبقة بدكن لتحددوا سماكة البورد يلي لازمكن، واختاروا شريطة بنفس سماكة الطبقات لتغطوا فيها داير البورد. أنا هون اخترت 4 طبقات مع شريطة لون أبيض لتكون إطار للبورد. ممكن تلزقوا الطبقات مع بعضهم إما بفرد سيليكون أو بلزق عريض. بنعمل منه رولات هيك صغيرة مثل مو شايفين، ومنثبتها على أول طبقة، وبعدها منحط الطبقة الثانية ومنكرر لنلزق كل الطبقات على بعضهم. أنا بفضل اللزق بين الطبقات أكتر من السيليكون لأنه ما بياخد سماكة كبيرة، وشغلة تانية بحسه متين أكتر. وهيك بعد ما لزقتهم كلهم بستخدم فرد السيليكون لتلزيق الشريطة أو الريبن على داير البورد. وهيك صار الكيك بورد جاهز. كمان في قواعد بتكون طبقة واحدة بيكون عليها زركشة أو رسومات وألوان معينة، هاي ممتازة للكيكات خفيفة الوزن يلي ما بتحتاج قاعدة سميكة. هلأ كيف بدي أحط الكيك على البورد الكبير؟ طبعا ما منحطه بس هيك بدون تثبيت لأنه أكيد رح يزيح ويوقع. تثبيته كتير بسيط بنفس الطريقة تبع رولات اللزاق. حطي بالسنتر 4 أو 5 رولات ونزلي فوقن الكيك وبس، هيك صار ثابت وما بقى يتحرك. حتى إذا شايفين كيف عم ميل الكيك من على البورد وكتير مثبت بشكل كبير وما عم بيتحرك أبدا. طبعا هذا الكيك مو جاهز، بس مغلف بطبقة واحدة فوندن. فضلت اني لزقه على البورد وبعدين بكمل تزيينه حتى ما تخرب الزينة. وهيك صار الكيك النهائي. الستايل كان باليرينا لحفلة بيبي شاور لصديقتي نانسي. وكمان حضرت مع الكيك تارت على شكل وردات وكيك بوبس باللون الذهبي والبوربل. وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوه. وكمان هدول آخر فيديوهات إذا بدكم تشوفوهم انطروني next week بفيديو جديد إن شاء الله. باي باي.